ده بقى لما تكون فقري. يعني النهارده انا هنا مثلا كان عندي شغل خلصته، وكان عندي حلقة مهمة كانت المفروض تتصور. كان غرض الحلقة ان احنا نساعد بيها الشباب اللي عايزة تبقى مدربين، واشرح لهم كل حاجة عن موضوع التدريب، ازاي ابقى مدرب شخصي والكلام ده. طبعا كنت هقول كلام والله مش بيتقال على السوشيال ميديا، كنت هقوله لك، بس هو مفيش نصيب الحلقة دي تتصور. ليه؟ عشان احنا كمصريين نموت في الفشخرة. عندنا مرض كده بيمشي في الدم اسمه مرض الفشخرة. في العزا في فشخرة، في السبوع في فشخرة، في الفرح في فشخرة. تعال اقول لك على حاجة كده سريعا. السؤال هنا، هل انت لما يكون عندك ميت، ربنا يرحم الناس كلها، السؤال هنا هل لما انت تعمل عزا كبير زي كده وتصدع الناس، هل ده هيساعد الميت ان ربنا سبحانه وتعالى يغفر له ذنوبه؟ يعني نفسي الاقي اجابة للسؤال ده. دي حاجة. نيجي لحتة الافراح. الافراح بتتعمل معظمها في مصر عشان الهدايا والفلوس اللي بتدفع، دي حاجة. الحاجة التانية، افراح كلها زنا. الحاجة التالتة، انت بتبقى عامل الفرح وصارف ومكلف عشان المعازيم تيجي تتنمر عليك، او البنات راح عشان تشقط عرسان والرجالة راح عشان تشقط عرايس. ده غير طبعا ان معظم الافراح بيحصل فيها زنا بسبب طبعا لقطة الشوكة اللي بتحصل. دي لقطة مستفزة جدا، ان العريس يبوس العروسة قدام الناس فيبان ان هو ذكر، مع انه ممكن يكون مش ذكر، بس ما علينا، مش دي قصتنا. وان الناس كلها بتقعد تتخيل مرات سعادتك وانت عامل لي فيها ذكر. الناس كلها بتقعد تتخيل مرات سعادتك الشسيبة او ايه اللي هيحصل وايه اللي مش عارف ايه والكلام ده. الموضوع كله زنا في زنا. المفروض ان انت بتعمل حاجة كويسة، لا بتقلبها بوساخة عشان خاطر سعادتك عايزين نفرح وعايزين مش عارف ايه والكلام المريض ده، المرض اللي بيمشي في الدم ده. نيجي لحتة السبوع. حتة السبوع برضو نفس القصة. الناس برضو بتعمل السبوع عشان مستنية ده يديله نقطة، ومستني ده يجيب له هدية، ومستني ده مش عارف، شغل شحاتة وشغل مجاعة. تبص تلاقي الواحد بعد ما يخلف وابنه يكبر شوية يروح ياخد ابنه ويروح يلف بيه على الناس في العيد عشان كل واحد يديله هدية وبتاع والكلام ده. كمية غباء وكمية شحاتة بتحصل ما تتخيلهاش. ده كله بسبب الفشخرة، مرض الفشخرة اللي ماشي في الدم. الحمد لله يعني احنا من يوم ما جينا الدنيا الحمد لله الحمد لله لا عمرنا اخدنا هدية من حد، ولا عمرنا عملنا فرح مثلا عشان نستنى واحد يجي يدينا نقطة، ولا عمرنا عملنا اسبوع عشان نستنى حد يجيب لنا هدية، ولا الكلام الماسخ اللي ملوش طعم ده، الكلام اللي كله قرف، كله يا زنا يا فشخرة يا شحاتة. ايه القرف اللي انتوا فيه ده؟ ايه القرف وكمية الجهل اللي عندكوا ده؟ احنا هنعيش طول عمرنا كده؟ لا عمرنا هنتطور ولا عمرنا هنتغير، لان احنا عندنا جهل بالفطرة. مش هنتغير الا لما نغير فكرنا. احنا مشكلتنا ان احنا عمالين ناخد الحاجات اللي الاجانب بيعملوها، واحنا اصلا عندنا مبادئ مختلفة تماما، كدين كعادات ككل الكلام ده. كناس شرقيين احنا دنيتنا مختلفة تماما عن اللي بيحصل في مصر دلوقتي. انا عارف ان في ناس كتير لما هتشوف الفيديو ده هتقول لك ده دقة قديمة. ده انا دقة قديمة جدا 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 فوق مما تتخيل. معلش في الكلمة، انا مش هعرف ابقى، لا مؤاخذة مش هعرف والله، لا هعرف ولا حاولت ولا هحاول. لكن انت كواحد اريال مش هيفرق لك الكلام اللي انا بقوله ده، ولا هتفهمه اصلا ولا هتعرف تفهمه، لان ابوك وامك لما خلفوك ما عرفوش يربوك، لان هم اصلا ما لقيوش اللي يربوهم. لان لو لقوا اللي يربوهم كنت انت هتطلع متربي، كنت انت هتطلع راجل. مش هتلاقي الكلام ده، وانا عارف ان انت مش هتفهم الكلام ده، فاعذرني لو انت مش راجل. ما تتضايقش من الفيديو، عديه، لان مش هتفهم كلام. بس كده، ربنا يهديكم. والله العظيم هنعيش طول عمرنا بالجهل. سلام.